في ناس بتستغفر كتير جدا، بس حياتها زي ما هي بتحاول، بس الفرج مش بيجي، الرزق مقفول، الهم ما بيروحش، الدعوات مش بتتحقق. طيب بيبتدوا يسألوا نفسهم أسئلة كتير، هو في حاجة ناقصة؟ طيب هل في مدة معينة للاستغفار وبعدها الفرج بيجي وربنا بيحقق وعوده معايا؟ طيب هل أنا ماشي صح ولا في حاجة أنا مش فاهمها؟ لو حاسين انكم بتلفوا في دايرة مقفولة ولسه مفيش اي نتيجة، يبقى لازم تعرفوا السر الحقيقي وراء الاستغفار. ربنا حطلنا في الحياة دي قوانين، من ضمنها قانون الاستغفار اللي مفيش حد بيكمل فيه إلا وشاف الفرج الحقيقي وحياته اتغيرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن حال وتكونوا أقرب إلى الله. كل حاجة حوالينا في الكون اللي احنا عايشين فيه ده ماشية بقانون، مش بعشوائية. مين اللي حط القوانين دي ومين اللي نظم الكون ده كله؟ ربنا سبحانه وتعالى، إله هذا الكون، هو اللي حط لنا القوانين دي. وربنا مش بس حط قوانين للكون، يعني الشمس لازم تطلع كل يوم وهكذا، لأ، ربنا سبحانه وتعالى حط قوانين للحياة وللرزق وللراحة وللفرج، حط لنا قوانين للنجاة، حط لنا قوانين لو طبقناها هنشوف جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. مستحيل حد هيلتزم بقانون من قوانين ربنا سبحانه وتعالى إلا وهيشوف نتيجة. اللي عايز فعلا يعيش مرتاح وينجو من أوجاعه ومن تعبه ومن همومه لازم يفهم القوانين الإلهية ويمشي عليها. أي حد بيستغفر لازم يكون عارف إن السر الاستغفار كله مش في عدد المرات ولا في الصيغة. احنا بنكسر من الاستغفار لأن الكسرة مطلوبة في الذكر، وعلشان دايما يكون لساننا رطب بذكر الله. ولا الصيغة مهمة قد ما مهم اننا نمشي على قانون ربنا اللي هو بنفسه اداهولنا وقالهولنا عن الاستغفار. في آية واحدة ربنا حطلنا فيها مفتاح المغفرة ومفتاح الراحة ومفتاح التغيير الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. القانون واضح، الاستغفار لوحده مش كفاية، لازم نمشي على شروط ربنا. كل الناس اللي الفرج اتأخر عليها وبتقول بستغفر من بقالي سنين ومفيش حاجة حصلت ومفيش حاجة بتتغير، ده وعد وكلام ربنا وقانون من القوانين اللي لازم ننفذها واحنا بنستغفر. ربنا بيقول لنا: وإني لغفار، يعني مفيش شك ان ربنا بيغفر، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر كتير كمان، بس لمين؟ لمن تاب، يعني اللي رجع لربنا بصدق ورجع بندم حقيقي، مش اللي هو رجع كده يستغفر علشان ياخد وعود الاستغفار وخلاص. ومش بس اللي هو هيتوب بس، لأ، واللي كمان هيؤمن. لمن تاب وآمن، يعني الإيمان يدخل قلبه، الإيمان بربنا. خدوا بالكم، احنا كلنا مسلمين بس مش كلنا مؤمنين، والإسلام غير الإيمان خالص، وده يعني هتستشعروه مع الوقت لو فضلتوا بتجاهدوا نفسكم وملتزمين بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبتقربوا من ربنا وبتجاهدوا. الإيمان هيدخل قلبكم، الإيمان هينور قلوبكم، الإيمان بوعود ربنا، بكلام ربنا، بقوانين ربنا، بالقرآن الكريم. الإيمان إن ربنا قادر على كل شيء. وعمل صالحا، يعني بدأ يغير في حياته بجد، عمله بقى فيه خير وبقى فيه نور. العمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. لازم يا جماعة، احنا الأعمال مهمة، عملنا ده هو ده اللي احنا هنقابل بيه ربنا يوم القيامة. لازم العمل بتاعي أنا يكون صالح في الدنيا على قد ما أقدر. ما ينفعش أفسد في الأرض، ما ينفعش أأذي نفسي أو أأذي غيري وأنا كده عايز ربنا يغفر لي. ده اللي أنا بقول لكم عليه، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. أنا بس بقول لكم، أنا لما نفذت الكلام ده وابتديت أنا
يعني اول حاجة تبت، حسيت ان لما لقيت الدنيا كلها اتقفلت في وشي، وحسيت ان انا بقى ذنوبي عارفين سدت كل ابواب الخير عندي، فرجعت لربنا فعلا ندمانه من قلبي. حسيت ان انا عارفين انتوا اللي هو ايه، انا بوظت الدنيا، انا خربت الدنيا على دماغي. انا ببعدي عن ربنا كنت حاسه ان كل حاجه اتقفلت في وشي. رجعت لربنا سبحانه وتعالى وانا قلبي ندمان، وانا شايفه ان انا اللي عملت في نفسي كده، يعني انا حسيت ان انا اللي ظلمت نفسي. واول ما ابتديت ان انا اتوجه لربنا كده بقلبي وبقلب صادق، ابتدى يحصل عليا بقى هجوم من الشياطين ووساوس وكذا. ولكن في الفترة دي انا اتعلمت الايمان. انا يعني شوفوا الفترة دي على قد ما هي صعبة، وانا عارفة ان ناس كتير جدا بتمر بيها، اللي الفترة اللي بيكون فيها بقى وساوس وافكار سلبية وهجوم للشياطين وعكوسات ومشاكل، صدقوني الفترة دي بقى هي اللي بينتج عنها الايمان الحقيقي. يعني هنصدق بوعود ربنا اللي في القرآن الكريم، ولا هنصدق بقى وسوس الشيطان اللي عمال يملى بيها صدورنا وعقولنا؟ فهنا بيتولد الإيمان الحقيقي لما ثبت أمام هذه الوساوس الشيطان دي والهجوم اللي بيحصل من الشياطين. لما الإنسان بيبدأ يلجأ لربنا بالاستغفار أو بالتوبة أو بيستقيم في طريق ربنا سبحانه وتعالى، هنا لما بيثبت في المرحلة دي خلاص، ما هو معنى ثباته ده إيه؟ إن هو مؤمن بكلام ربنا، ما استسلمش لوساوس الشيطان، إيمانه بربنا كان أقوى من هجوم الشياطين عليه. فمن هنا بيتولد الإيمان الحقيقي في القلب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وهنا بعد ما بنخلص جهاد الشيطان، والآية دي تثبت الكلام اللي أنا أقوله لكم دايما، إن إحنا في الفترة اللي بنستغفر فيها بيكون عندنا مش بس هجوم من الشيطان ومن النفس كمان. لأن أنا لو إنسان متعود، أنا إنسان غير مستقيم، بعمل حاجات أخطاء، بأذي، بغتاب، بنم، بأكل حقوق حد، بأذي ناس بلساني، أو يعني بعمل أي أعمال غير صالحة، هنا بقى بيجي تقويم النفس. يعني هنا بيجي تقويم النفس وتغيير النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا بقى بتيجي تزكية النفس، وده الجهاد التاني. يعني احنا بنجاهد، بنرجع لربنا سبحانه وتعالى بصدق. وفي ناس بقى متخيلة ان هي لما هترجع لربنا وهتستغفر هتلاقي بقى الوعود كلها بتتحقق وكده. لأ، لازم الأول في مراحل يا جماعة، في مراحل استغفار، ليه مراحل. وهو لازم الأول الإيمان، وإن أنا أثبت أمام هجوم الشياطين ده كله، وبعد كده بقى أجي الجزء النفس وتزكية النفس، وإن أنا أعمل أعمال صالحة وزكي نفسي وهذب نفسي، وحول أي حاجة وحشة أنا بعملها لأعمال صالحة، أحاول أغير حياتي بجد، عملي يبقى كله عبارة عن خير ونور. بعد بقى كده، بعد ما أنا بقى الإيمان بيدخل قلبي، وكمان ببتدي أعمل أعمال صالحة وبثبت وبجاهد في الطريق ده، يجي بعد كده بقى إيه؟ ثم اهتدى. يعني مشي إنسان يكون مشي على طريق ربنا وماشي فيه بقى باستقامة ومكمل فيه، خلاص هو عارف إن ده طريقه. بعد ما ثبت الإنسان يثبت من هجوم الشياطين ويزكي نفسه ويستقيم على قد ما يقدر، خلاص بقى هو ده طريقي، بقى هو ده الطريق اللي أنا لازم أمشي فيه، هو طريق الهداية، طريق ربنا سبحانه وتعالى، الطريق إلى الله. وهو والله 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 هو ده الطريق الوحيد للسعادة في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. طريق السعادة الوحيد هو الطريق إلى الله، هو ده طريق الهداية اللي لازم كلنا نمشي فيه. والابتلاءات اللي احنا بنمر بيها دي كلها ما هي إلا علشان توجهنا للطريق ده، إشارة إننا كلنا حياتنا فيها أخطاء، فربنا سبحانه وتعالى بيدينا إنذار بالابتلاءات اللي احنا بتحصل لنا دي علشان نغير اتجاهاتنا ونمشي في الطريق الوحيد الصحيح، وهو الطريق إلى الله. طيب ده قانون من قوانين ربنا، اللي بيلتزم بيها ربنا بيغفر له، اللي هيتغافل عنها هيفضل تايه وفي نفس الدوامة. خلاص، هو قانون، مش انا اللي حطاه يا جماعه، مش انا اللي جايه اقوله لكم هتعملوا كذا هتلاقوا كذا، ده والله ده قانون من قوانين ربنا. ويا ريتني لقيت حد يفهمني ويقول لي الكلام ده من زمان، يا ريت. فيمكن فرصه ربنا بعتها لكم
ان انتوا يتوضح لكم حاجة زي دي من واحدة عاشت حاجة زي دي. خدوا بالكم لما الانسان بيسمع كلام من حد معاش وكلامه خلاص الكلام مستحيل يمسه، لكن لما حد بيسمع حد يعني بيتكلم عن حاجة عاشها وقصة حقيقية ونتيجة وشاف نتيجة، الكلام اكيد واقعه عليكم مختلف. فانا بقول لكم انا عشت الآية دي والقانون ده وشفته وطبقته وشفت نتيجة وشفت ثمار وشفت وعود ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خدوا بالكم من حاجة، مش قالوا ربنا الله وناموا ربنا الله، هو ربنا سبحانه وتعالى، ها، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لازم استقامة، والاستقامة هي الإيمان والعمل الصالح. طب النتيجة ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة. ليه؟ لأنهم التزموا. شوفوا يا جماعة، الاستقامة هي أسهل وأقصر طريق للجنة، ومش بس جنة الآخرة، دي كمان جنة الدنيا. جنة الدنيا اللي هي في الراحة، في السكينة، في الطمأنينة، في البركة. البركة في الرزق، البركة في الوقت، البركة في العيال، البركة في كل حاجة في حياتكم. الاستقامة هي سر النجاح في الحياة دي. وربنا قالها في سورة هود، قال لنا ايه؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ثم توبوا، يعني نستغفر ونتوب بقى. والتوبة دي بقى تشمل الاستقامة والإيمان والعمل الصالح. كل ده لما أعمله ربنا مش بس هيغفر لي، لا، ده هيكرمني بمتاع حسن، بحياة طيبة، برزق واسع. الاستغفار مع التوبة يعني نتائج مضمونة. في ناس يعني كتير بتقول ايه، انا استغفرت كتير ومفيش حاجة حصلت. التعليق ده بيجيلي كتير جدا. بس انا عايز اسألكوا بقى سؤال، هو انتوا فعلا رجعتوا لربنا بجد؟ طيب انتوا صدقتوا نيتكم مع ربنا؟ هل انتوا ملتزمين وبتحاولوا تعملوا اعمال صالحة وبتزكوا نفسكم وبتجاهدوا الشيطان ومصدقين حقيقي بوعود ربنا؟ مستحيل يا جماعة حد هيتوفر فيه او هيحقق شروط هذا القانون ومش هيشوف نتيجة. مستحيل. انا مش هصدق كلام اي حد، انا مصدقة كلام ربنا. يعني انا مصدقة كلام ربنا، وانتوا لازم تصدقوا كلام ربنا اكتر من نفسكم. يعني كلام ربنا مفيش فيه شك، ده اله الكون اللي خلقني واللي خلقك واللي خلق الكون ده كله. لما يقول على حاجة يعني هتحصل، يعني هتحصل. وعود هتتحقق، يعني هتتحقق. فالاستغفار مش ورد يومي بنقوله كده وخلاص. الاستغفار الحقيقي اللي هو الرجوع الحقيقي لربنا. لما نعرف القانون الاستغفار ونلتزم بيه، حياتنا كلها تتغير. افتحوا باب المغفرة بالنية وبالفعل. ودايما افتكروا الآية دي، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. امشوا على الطريق وصدقوني هتوصلوا. مستحيل أبدا مش هتلاقوا نتيجة، أو هتكملوا لآخر الطريق ومش هتلاقوا وعود ربنا مستنياكم. يا رب يكون فيديو النهاردة عاد عليكم بالفايدة والنفع. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.